بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم غالياتي في فيديو جديد على قناتكم وصفات ناجحة مع تسنيم. فيديو جديد وتجربة جديدة. الفيديو اللي بزاف طلبتوه مني اللي هو لي فروي. يعني كنت متحمسة بزاف باش نجربها معاكم وانتم ثاني كامل بعثتولي عليهم. راح نديروا ان شاء الله كمية صغيرة غير 24 25 حبة. راح نديروا تشكيلة متنوعة. درت لكم المندارين، درت لكم الخوخ، درت لكم القارص والاجاصه وزوج نواع نتاع الخوخ، وباذن الله كل مره نحاول اني ندير لكم تشكيله. المهم الفكره نتاع الفيديو هي اني نجرب، يعني ما نعرفش حاجه وهذه ثاني تجربه ليا اللي خدمت فيها لي فروي. اكيد المره الاولى كانت فيها اخطاء، ما حبيتش نصور المره الاولى حتى نشوف العجينه، نشوف الحشو، نشوف التلوين، نشوف التشكيل. المره الاولى جاتني بزاف صعيبه، ومعليش المره الثانيه تقدروا تقولوا باللي سلكت شويه راسي. المهم النتيجه هذه المتواضعه راهي نتاع وحده مبتدئه تعلمت من اليوتيوب، ما قريت دورات، ما قريت يعني حتى حاجه، غير من غير نخلط وحدي ونخرج يعني الحاجه اللي نسخف عليها اني نجربها. هاي لكم النتيجه النهائيه. درت لكم لي فروي كلاسيك، برك ما درتش هذاك البوكي تاع الورد، يعني كاين كيما نقولوا لي فروي احسن من هكا. انا فقط حبيت نجرب هذا لي فروي العاديين. نبدا نصلي ونسلموا على رسول الله. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى والروح حبيباتي. نشوفوا محتوى الفيديو تاع اليوم. ما تنسيش حبيبتي تهبطي لتحت ديري لي جيم فضلا وليس امرا، هكا باش يطلع الفيديو لاكبر عدد من المتابعات. وانت اللي دخلتي جديده القناه ما تنسيش تفعلي الجرس هكا باش يوصلك معنا كل جديد وتعم الاستفاده. نروحوا نحضروا مع بعضنا. اول حاجه لا باز نتاع الحلوه تاعنا اللي هي عجينه اللوز. عندي هنا رطل نتاع اللوز الابيض، شريته مرحي واجد، تلقاوه في محل وزن الحلويات. اللي عندها روبو مليح يرحي مليح، وكما نقولوا يرحي لها الغبره، اللوز غبره، تقدر تشري اللوز الابيض عادي وترحيه. كاين بزاف حلويات يديروا الطريقه هذه، واللي مش متوفر عندها مش تقعد تتفرج عادي، مادام كان البديل كان اللوز الابيض واجد مرحي نبدا نخدم به عادي. نروح نكيلو السكر الناعم. السكر الناعم كاين اللي يدير رطل برطل، رطل لوز ابيض، رطل سكر ناعم، يدير كيلو لوز ابيض، يدير كيلو سكر ناعم. بصح انا نقول لكم يعني نصيحه، تجي عجينه اللوز بزاف حلوه، يعني هذاك اللوز ما طعميهش نهائيا، تقضي كامل على طعمه اللوز. كي تعودي تاكلي في هذوك لي فروي ولا تاكلي في الثومه تجيك غير طعمه الحلاوه، غير طعمه السكر. فانا هنا درت 500 غرام لوز ابيض ب 400 غرام سكر ناعم. ولو كان نعاود نجربها مثلا ولا نخدم لي فروي، ندير 500 غرام لوز ابيض ب 350 غرام نتاع السكر الناعم. حاولوا تنقصوا كميه السكر الناعم على قد ما تقدروا، لانه باش ما تجيكمش يعني حلوه بزاف دقها مع الحشو حلو. ما عجينه اللوز لازم تكون معتدله الحلاوه. هذه اول ملاحظه. خلطت هنا السكر ناعم مع اللوز الابيض نتاعي، ونعاود المرحله هذه ضروريا ناكد لكم عليها. راهو اللوز هذا يجي مرحي صح بودر، بصح تكون فيه نسبه نتاع الخشين. نجيب الروبو نتاعي ونرحي، نحط فيه ناصفو يعني ما نعمروش، 2 دقائق 3 دقائق، ما تشي ترحيوه حتى يتعجن ولا يطلق الزيت نتاعو، غير قيس ما تدخلوا فيه تدخلوا هذاك اللوز في السكر الناعم نتاعكم. تجيبوا صيار ولا تجيبوا عفوا صفايه تكون المهم رقيقه، وتبداو تغربلوا. لازم هذاك الخشين كامل تنحيوه. المرحله هذه درتها لكم في الثومه وحبيت نعاودها لكم هنايا لكل وحده يعني مبتدئه تحب تتعلم، لازم تشوف كامل المراحل. شوفوا هنايا راكم تنحيو منه حوالي 50 حتى ل 60 غرام نتاع هذاك اللوز الخشين. اذا خدمتي به عجينه اللوز نتاعك ما تجيش رطبه، تجي فيها نسبه نتاع الخشين. بصح كي تعاودي تغربليه هكا، ترحيه وتغربليه، راح يعني تحصلي على غبره اللوز. هنا الروبو تاعكم ولا يعني اللي ترحيو فيه ما تعمروهش، ديروا غير نصف الكميه بالطريقه هذه. يعني الطريقه واضحه وسهله.
هنا كيما تشوفوا رحيت كامل الكميه هذيك وغربلتها، نحيت الخشين هذا كامل وتحصلت على غبره اللوز اللي راح نخدم بها عجينه اللوز. راح تجيني ليس ما يكونش فيها الخشين نهائيا. نروح نكمل نجيب الفاني. ما تقولوش هنا عجينه اللوز ما نديرولهاش الفاني، عجينه اللوز تحتاج كميه كبيره نتاع الفاني. شوفوا حطيت 2 ملاعق كبار نتاع فاني. من المستحسن انكم ديروا تاع الميزان، ريحتها كيما نقولوا قاطعه مليحه، ديروا نوعيه تكون مليحه. اكيد المواد الجافه نتاعنا ديما نغربلوها. غربلت هذيك الفاني دخلتها شويه في الخليط نتاعي في اللوز والسكر، ونروح نخدم عجينه اللوز. عجينه اللوز ما فيهاش بزاف مكونات، فيها نصف ملعقه كبيره نتاع زبده، ديروا اي زبده يعني موالفين تخدموا بها، وفيها نصف ملعقه كبيره نتاع جلوكوز. هذو في رطل. اذا درنا كيلو نديروا ملعقه كبيره تكون مليحه يعني معمره مليح بيان بومبي. ونجيب هنا ماء الزهر. ننصحكم بزاف بالقرعه هذه نتاع ماء الزهر تاع القصبه، بزاف هايله، ريحتها مليحه. القرعه راهي دير 12000، بزاف هايله. نجيب هنا نحط شويه ماء الزهر على الزبده والجلوكوز، حليتهم شويه بيدي كما راكم تشوفوا. الزبده لازم تكون طريه ما تكونش يابسه باش تساعدكم. ونبدا ندخل المكونات ونجمع عجينه اللوز نتاعي. هنا قبل ما نبدا نجمعها قلت لكم في الفيديو تاع الثومه ما ديروش عجينه اللوز يابسه لانها حساسه بزاف، يعني قد ما درتيها طريه قد ما راح تطول الحلوه نتاعك ما تنشفلكش. هنا شوفوا قبل ما نبدا نجمعها نتاكد باللي راني شمختها كامل بماء الزهر. هاي ليكم شوفوا نحط بيدي، ما نقدرش نعطيكم الكميه نتاع ماء الزهر يعني الكميه المضبوطه، لازم تحطي شويه شويه عند يدك. هنا حتى شفت روحي باللي بديت شمخت كامل، يعني ماء الزهر قاس لي كامل هذيك الكميه نتاع اللوز. بديت نجمع فيها. ما ديروش يا البنات العجينه جاريه، يعني ما تكونش جاريه في يدك وما تكونش يابسه. دوك تشوفوا القوام نتاعها. انا هنا راني في نفس الوقت نعجن فيها باش ندخل هذاك الجلوكوز، ندخل هذيك الزبده، السكر ثاني نتاكد باللي يذوب لي مليح. درك تشوفوا القوام نتاعها. ومن بعد كي بديت نخدم بها جاتني عادي، يعني هذيك اللي تقول لك يبسي عجينه اللوز نتاعك، انا صراحه كي درتها يابسه المره الاولى الحلوه بمجرد ما شكلتها نشفت لي، الغدوه من ذاك لقيتها يابسه. شوفوا القوام نتاعها هنا راهي تتلاصق في اليد، وما تخافوهاش تحطوها يعني تريح ساعه ساعتين ترجع عادي، ترجع متماسكه. هنا كوري كوريه كي تشوفيها طريه طول هكا في يدك خلاص ديري حربوش يعني طوليه شويه ودوريه. اذا لقيتيه ماوش يتشقق هذاك هو راكي عطيتي لها حقها من ماء الزهر. قلت لكم اذا درتوها يابسه في المرحله هذه الحلوه نتاعكم راح تيبس مباشره وراء التشكيل. هذه هي. شوفوا انا راهي تلصق في القصعه. نجيب ساشي نحطها في ساشي ونخليها تريح، ما تخدموش بها مباشره، لازم تريح على الاقل ساعه، من ساعه حتى لساعتين. اكيد كل كان يعني كنتي حلواجيه ولا راح يكون عندك الوقت نتاع الماعن نتاع الكوزينه نتاع خليها تريح براحتها وترجعي عندها. نروحوا هنا غالياتي للحشو. الحشو هنايا درتو نفس الحشو تاع الثومه. انا درت المره الاولى كميه كبيره نتاع الحشو باش يعني باش نخدم لي فروي. فانتوما اللي تحب الطريقه نتاع الحشو من الجينواز لكريمه الزبده للطريقه يعني كيفاه درتو من الاول للاخر، راح نخلي لكم الرابط نتاع الثومه في صندوق الوصف، ارجعوا تلقاو الطريقه بالتفصيل. راح نعطيكم شويه برك ملاحظات هنايا وندير لكم مقتطفات. عندي كيله نتاع الجينواز، هنا عينك ميزانك، كل ما قلشتي الحشو نتاع لي فروي تاعك راح تجيك الحبه بنينه. وعلاه؟ لانه انا بالنسبه ليا وقلت لكم رايي في الفيديو السابق، عجينه اللوز ما جاتنيش حاجه يعني واو، ماهيش هذيك الطعمه نتاع اللي مثلا وحدها تكفي. حتى اذا كان درتي الحشو عادي راح تجيك بنينه. لا عجينه اللوز طعمها عادي، لازم انتي ديري الحشو نتاعك يكون بزاف بنين وديري فيه بحوايج بزاف كاليتي. هنا عندي الجوز تقدروا تحمصوه، انا درته مباشره هكا، تقدروا تحمصوه شويه، ولكن البندق ضروري انكم ديروه محمص مليح، محمص طول احمر ومرحي.
نكمل نخلط هذاك الجوز مع الحشوه. نكون هنا وجدت كريمه الزبده، نكون وجدت كامل باش راح نجمع الحشو تاعي. اذا كنتي حلوجيه الحشو هذا راهو يحكم لك اليد، لازم تخدميه يوم يومين قبل تنقصي على روحك، راهو يقعد في المجمد ما يصرالو والو، يعني تقدري تخدميه وتخبيه. اذا عندك لي فروي عندك الثومه بكميه كبيره مثلا، واذا كميات صغار تقدري تخدميه يوم قبل وتبيتيه في المجمد. عندي كريمه الزبده درتها بذوق الطوفيه، يعني درت فيها كميه معتبره من الطوفيه باش تجيني بنينه. وهنا بديت نحط في شوكولا الطلاء، انا درت هذه الوجدان، نتوما ديروا ماكسون ديروا اوبتيلا، بصح هذه بزاف بنينه. وراهم كاين يعني حلواجيات اللي الله يبارك عليهم يجمعوا حتى الحشو هذا بالنوتيلا، يعني على بالهم باللي كل ما كان الحشو هذا بنين كل ما جات الحلوه نتاعكم بزاف بنينه. ملاحظه واحده اخرى، كاين اللي يديروا الكاناش، يخدموا الكاناش يكون يعني كما نقولوا حاكم روحو بالشوكولا والمكسرات وكريم فريش. انا صراحه ما جربتوش، ولكن في رايي انا لاني نموت على الكاناش ما يجيش حلو بزاف ويجي بزاف بنين، خاصه اذا كثرتي فيه مليح المكسرات ويعني قلشتيه كما نقولوا ودرتي شوكولا نوعيه مليحه راح تجي بزاف الحلوه نتاعك بنينه. نحاول باذن الله اذا عاودت الفيديو ان شاء الله نكمل يعني انواع اخرى تاع لي فروي، نحاول اني ندير لكم الحشو هذا نتاع الكاناش ونشوفوه هل بنين ولا لا. الحشو نتاعكم قلت لكم يكون الطري كيما وصيتكم في الفيديو تاع الثومه، ديريه طول مشخشخ بهذه كريمه الزبده باش يقعد لك مده اطول في الحلوه. عجينه اللوز تكون طريه مليح باش ما تنشفلكش الحلوه. والحشو ثاني لانه لازم تحطي في بالك باللي الجينواز راهي تشرب، اذا درتيها يعني قيس الجينواز راح تشرب لك هذوك السوائل كامل، تشرب لك كريمه الزبده ويقعد الحشو نتاعك ناشف ما يجيكش بنين. يعني شوفوا انا القوام اللي درته يعني طريتها طول. هذه هي الحشو، ديروه يوم قبل، حطوه يجمد في المجمد باش يسهل عليكم تشكيل تاع لي فروي. واما عجينه اللوز لازم تخدميها هذاك النهار اللي راح تشكلي فيه الثومه نتاعك ولا الكفته ولا لي فروي. هذه هي درت لكم يعني فقط اهم الملاحظات. اما من بعد كي تكملوا تجيبوا الميزان توزنوا الحشو نتاعكم، ديروا 25 غرام حتى 30 غرام، يعني انا 25 غرام جاتني سوا في الحشو بين الثومه ولي فروي. هنا نحطهم في بلاطو حتى يحكموا رواحهم مليح، يجمدوا مثلا ساعه ولا ساعتين، ومن بعد تقدروا تحطوهم في ساشي تغلقوا عليهم في المجمد. هذه هي كي توصلي المرحله هذه نتاع تكوري الحشو. انا جاني الحشو هو اللي يدي يعني النسبه الاكبر من الوقت ومن الخدمه نتاع لي فروي، يعني كي توجديه يوم ولا يومين قبل تنقصي على روحك التعب، نهار التشكيل ونهار اللي راح تخدمي فيه الحلوه راح تخدمي اليز خلاص، لانه عجينه اللوز ماهيش صعيبه كما راكم تشوفوا. هنا ريحه عجينه اللوز نتاعي كيما راكم تشوفوا، تخليوها ساعه ولا ساعتين. شوفوا القوام نتاعها كي نشكلها حربوش هكا ما تتشققليش بزاف. هذا هو القوام اللي تخدموا به لي فروي والثومه، ما تكونش طريه حتى ما تحكملكمش لا فورم. انا قلت لكم اول مره درتها كان الحشو بزاف يتشقق وكانوا الشقوق هذوك يبانوا في لي فروي. اذا كان العجينه نتاع اللوز نتاعك تتشقق لك راهي راح تبان، ومن بعد كي تلونيهم حتى تقولي انا نلون ونديكوري والاخر ما يبانوش، بصح صدقوني غير يبانوا. نجيب هنا الميزان ونبدا نوزن الحشو عفوا عجينه اللوز. درتها 40 غرام، تقدروا ديروا 35 غرام، تقدروا ديروا 40 غرام، كيما كاين اخرين يديروا 50 غرام. 50 غرام تجي الحبه كبيره بزاف، و35 غرام تجي صغيره. انا المره الاولى درت 35 غرام جاوني بزاف صغار، فانا المره هذه درت عجينه اللوز 40 غرام. من بعد نقول لكم واش هي اللي فروي اللي لازم ديروا لها يعني عجينه اللوز 50 غرام. المهم انا بديت هنا نوزن بالثلاثه بالربعه، ما تفوتوش ما تكوروهاش كامل لانها راح تنشف لكم تتشقق لكم. واذا تشققت لكم عجينه اللوز في التشكيل وجات الحلوه نتاعكم مشققه ما تقوليش من بعد كي نلونها ونفينيها ما تبانش. اذا تشققت لك في المرحله هذه راح التشققات والعيوب كامل راح يبانوا في لي فروي في النهايه. نجيب هنا شويه زبده نحط في راحه يدي عادي، نحط الحشو نضغط عليه مليح، ما تدخلولهاش الهواء، خرجوا مليح منها الهواء وليسيوها مليح، اغلقوها مليح كيما نقولوا. الطريقه هذه كيما درنا في الثومه بعد. هاي ليكم
ونخدم بالثلاثه بالربعه حتى تمشي يدي مره زوج ثلاثه تمشي يديكم تعودوا تقدروا تشكلوا حتى بالعشر حبات تعودي تولي تزربي فيهم تجري فيهم جري. هنا راح نحتاج لو تيبول هذا راح نحتاج ستيلو هذا وراح نحتاج هذيك الكوبات للتشكيل. نبدا هنا على الخوخه. شوفوا انا الاول جبت يعني ما نقدرش ما نجبدش نجرب ولا جبت شويه عجينه وجبت الحشو وشكلت الخوخه الاولى. هنا درت غلطه في الخوخه انا تعودت عليها نحط لكم حتى الاخطاء كيما نحط لكم الحاجه صحيحه. هنا طريقه تشكيل وحده مبتدئه لازم تغلطي يعني مستحيل ما تغلطيش. انا هنا عطيت الخوخه تاعي بوانتيتها بزاف عطيت لها الشكل نتاع الفرازه الشكل نتاع الفرازه ومن بعد قرصتها من التحت جاتني طويله. هنا كي كنت نخدم فيها كيما اي وحده مبتدئه كنت نخدم فيها ما جاتني في عيني مليحه. من بعد كي لونتها وكملتها بانت باللي ماهيش الشكل نتاع الخوخه. فانتوما حاولوا كي تعودوا تخدموا تشكلوا في لي فروي نتاعكم تحطوا الشكل قدامكم ولا تحطوا الفيديو قدامكم وتتبعوه مره زوج ثلاثه حتى تخرج يدك عليه. هنا الطريقه تاعي راهي ماهيش بروفيسيونيل راهي ماهيش الطريقه تاع الخوخه الصحيحه بصح حطيتها لكم. هنا خليوها شويه دائريه. الشكل هذا البوينتي هذا اللي درت انايا راهو نتاع الفرازه ماهوش نتاع الخوخه. حاولوا تشوفوا في قنوات كبار في قنوات صغار المهم تشوفوا الطريقه تاع التشكيل اللي تخرج عليكم مره زوج حتى تخرجوا عليها حتى نتوما. هنا نقرصها شويه من التحت ندير لها هنا بلو تيبول دائره هنا ونحللها هذاك المنتصف. هاي لكم يعني انا فيديوهاتي تقريبا تحفيزيه اكثر منها يعني باش نحط لكم حاجه نقول لكم هذه هي بروفيسيونيل ولا لكن ندير غلطه راني نقول لكم درتها. هنا قلت لكم التجربه هي اللي تخلي يدك تمشي على الحلوه. انا المره الاولى درتها كانت العجينه تتشقق كنت نشكل الخوخه كانت تتشقق كارثه ما صلحتليش نهائيا. وكي لونتها والاخر بانوا هذوك التشققات وبانوا كامل هذوك العيوب. حتى المره هذه ما صلحتش الخوخه عادي ماهيش نهايه العالم ولا عادي جدا. مره زوج سورتو يعني اذا تخدموا الطلبيات مره زوج ثلاثه تخرج يدك على هذيك الخوخه. هي الصعيبه فيهم هي الخوخه. وجاتني ثاني درك تشوفوني في الطريقه تاع التشكيل نتاع الاجاصه ثاني جاتني صعيبه بزاف. نروح هنا نفس الطريقه نوزن 40 غرام. شوفوا ننصحكم نصيحه كي تبداو تشكلوا روحوا شكلوا الحلوه ولا عفوا الفاكهه السهله روحوا شكلوا المندارين شكلوا القارص هكا باش يطلع لكم المورال مع الاول باش تقدروا تكملوا. لانه كي تبداي بحاجه صعيبه خلاص تفشلي تقلقي يهبط لك المورال ما تكمليش الباقي لي فروي كيما تحبي. هنا راح نشكل كيما نقولوا المندارين سهله بزاف. ملاحظه فقط على المندارين حاولوا ديروا لها الحشو 30 غرام وديروا العجينه 40 غرام لانه انا درت الحشو 25 غرام ودرت العجينه نتاع اللوز 40 غرام تبان شويه صغيره تبان حبه المندارين شويه صغيره. اللي تحب حبه كبيره تعمر العين كيما نقولوا تحب دير اللي فروي صح. انا الحبات الكبار راني ما نشتيهمش بصح كاين اللي يحب يدير الحبه كبيره. انا المندارين جاتني شويه صغيره. المهم جبت هنا الكوبات هذه تكون محببه تلقاوها في محل لوازم الحلويات دير 15000 نورمالمون. طريقه تاع التشكيل سهله بزاف. نحكم كل كوريه اللي سيها مليح في يدي نفوتها كامل على هذيك الكوبات ندور ونحاول اني نخلي لها شكلها دائري. بعد ما نعطي لها هذاك الغلاف هذاك تاع المندارين يكون شويه محبب نجيب الموس نقسمها هكا على 4. كاين اللي يقرصها هنا بصح انا تعجبني هذه الطريقه نجيب ستيلو هذا وندير لها حفره صغيره في الوسط. والمندارين تاعي راهي سهله. قلت لكم كي تبداو تشكلوا لي فروي تاعكم روحوا لي فروي ساهلين هكا باش تكملوا فرحانين. بيسك اذا كان فشلتك الخوخه ولا فشلتك يعني اي نوع من لي فروي راح تكملي الباقيين كامل وانت قلقانه. نكمل هنايا بنفس الطريقه. هاي ليكم نحكم كل كوريه نحب ندير لها هذاك التحباب على كامل السطح ونشكلها. اسهل حلوه هي المندارين والقارص بالطريقه هذه. هاي ليكم نحاول ديما نخليها دائريه ونجيب الموس ندير لها هكا نقسمها على 4 وكل ربع نقسمه على 2 ندير لها هكا بستيلو في المنتصف وانا تحصلت على حبه نتاع المندارين. هاي لكم نحطهم قدامي ونروح بنفس الطريقه نوزن العجينه 40 غرام والحشو نتاعي 25 غرام.
رحت هنايا باش نشكل الاجاصه هبلتني. اول مره راح نشكلها، مش كيما لي فروي الاخرين شكلتهم المره اللي فاتت ما فهمتش نهائيا كيفاه راح نشكلها. شوفوا هنا راني حطيت لكم اول لقطه صورتها. بديت خدمت بالحشو كان يابس شوي ما مشاليش مع العجينه. بديت نطلع فيها بوينتي فيها، مره تجيني زي تشبه هذاك الكرطوس، الحبه تاع الكرطوس ما صلحت لي. شوفوا اول حبه جاتني صغيره خلاص ما جاتنيش كامل كيما الاجاصه. من بعد واش درت؟ رحت حليت اليوتيوب. اكيد لازم نشوف، لازم تحطي قدامك، تحطي الحلوه قدامك، حطي الفيديو قدامك وبداي شكلي. شوفوا الحبه هنا جات كارثه. من بعد رحت حليت اليوتيوب، شفت طريقه التشكيل كي عاودت الحبات الاخرين لا باس جاوني، معليش. خليو العجينه نتاعكم، عفوا خليو الحشو يركح دقيقه باش كي تبداو تشكلوا يمشي لكم مع العجينه. هذه الحبه الثانيه هاني بديت نطلع فيها، كل مره نطلعها شويه، درتها احسن من الاولى. هاي لكم شوفوا هنا الفرق بين الحبه الاولى والحبه الثانيه. الحبه الاولى كانت كارثه، من بعد بديت يعني خرجت شويه عليها كي شفت الطريقه. نحكم كل حبه بوانتي هكا ونبدا نطلع. كي تخليو الحشو نتاعكم يركح شويه هكا وتبداو تطلعوا تجبدوا الفوق وتعطيو لها الشكل تاع الاجاصه. حاولوا تكون الشكل ديما قدامكم، يعني سواء نديروا فيديو. انا والله الاجاصه حتى شفت في اليوتيوب بالطريقه باش قدرت، يعني ما جاتش اجاصه بروفيسيونيل ولكن قدرت يعني نسلكها. هاي ليكم نعاود هنايا نبوانتيها شويه ومن بعد نحطها ونبدا نطلع. نحاولوا نديروا ديما الحبات كامل يكونوا فرد قيس، يعني ما تكونش حبه كبيره حبه صغيره حبه طالعه حبه هابطه. هاي ليكم ومن بعد نجيب الستيلو تاعي ونبوانتيها من الفوق. ما تحاولوا ثاني ما تخليوش لي طراس نتاع الاصابع نتاعكم، يعني حاولوا ما تضغطوش، ديما تخدموا فقط براحه اليد. شوفوا الفرق بين الحبه الاولى وباقي الحبات. هنايا نروح نشكل الفرازه ثاني بزاف سهله، يعني تحاولوا تبداو بالمندارين بالقارص بالفرازه ومن بعد كيما نقولوا تطلعوا النيفو، توصلوا الحبات اللي يعني صعاب. الفرازه نبوانتيها فقط، ندير لها هكا نجبدها شويه من التحت، ندير لها ثقب هكا في الوسط، من بعد نجيب ستيلو هذا ونبدا ندير هذه النقاط اللي يكونوا في الفرازه. هاي بالطريقه هذه بزاف سهله، وانا تحصلت على حبه فراز. شوفوا هنا الخطا اللي درته في الخوخه، نفس عطيت لها الشكل نتاع الفرازه من بعد قرصتها. هي لا الفرازه اللي نبوانتيوها بالطريقه هذه. هاي لكم نجبدها برك هكا براحه اليد. هاي ليكم ومن بعد ندير لها بلوتي بول هذاك هكا من الفوق. نجيب ستيلو هذا ولا المهم راهم ستيلوات هذو يختلفوا، الاقلام هذو سبيسيال نتاع الورد ونتاع لي فروي تلقاوهم في محل لوازم الحلويات. انا هذا بزاف ساعدني. هكا كيما راكم تشوفوا الفرازه بزاف سهله. نعاود هنا حبه قدامكم. هنا النقاط هذو حاولوا ديروهم هكا عشوائيا، يعني ما يكونوش يعني متقايسين ولا في فرد سطر، حاولوا ديروه هكا عشوائيا. هاي ليكم هنا نحط شويه زبده في يدي نشكلها شويه بوانتيها هكا وخلاص. والفرازه نتاعي واجده. هاي ليكم راكم تلاحظوا باللي الخوخه نتاعي هنا بدات تبان باللي الخوخه نتاعي راهي غالطه، لانه الحبه تاع الخوخ تكون بومبي، تكون مدوره، ما تكونش هكا هابطه كيما الفرازه. هذه هي شكلت الفرازه نتاعي ونورمالمون دركا راح نروح الحبه نتاع القارص. الحبه تاع القارص تكون نفس الطريقه تاع حبه المندارين، نديسيها شويه نعاود نفوتها في الكوبات هذه كامل ونقرصها في الجوانب هكا كيما راكم تشوفوا. هاي ليكم نقرصها هنا هكا بيدي، نعطيها الشكل هذاك نتاع حبه نتاع القارص كيما راكم تشوفوا. كاين القارصه هكا مدوره وكاين وحده تكون شويه طويله، تكون يعني تلاطيوها شويه. انا درت هذا الشكل الدائري برك، حبيت نعطيكم التجربه، يعني انا ما همنيش درك الشكل تاع لي فروي نتاعي يكون بروفيسيونيل ولا يكون هو يعني المخير، لا نحب اني نشجعكم. كما راكم تشوفوا نشوفوا هنا عجينه اللوز شحال طريه، يعني هايله. قلت لكم حاولوا ديما ديروها طريه. نجيب هنا الحبه هذه نتاع
القارص نمشيها على كامل الكوبات ومن بعد نقرصها في الجوانب. هذه اسهل طريقه اللي تخدمي بها الحبه تاع القارص. شوفوا هنا 3 كويرات هذوك اللي شكلتهم وحطيتهم. دوك تشوفوا واش راح نديروا بها في نهايه الفيديو. راح نديروا هذاك الخوخ المطلاطي. لازم تخليو الحشو يكون طري باش تصلح لكم. انا خدمتها كي شكلت المره الاولى ما صلحت ليش. المره هذه عرفت السر. المره الاولى كانت العجينه نتاعي يابسه والحشو كان جامد. الخطره هذه العجينه طريه والحشو خليته طلق روحه تماما، يعني خدمتهم شكلتهم. جبت هنا كما صرفيطه ولا طرشونه ولا المهم حاجه نظيفه، نحط فيها هذيك الحبه، نكون كبرتها شويه مليح ونضغط من التحت. نجيب ستيلو هذا نتاعي وندير حفره في الوسط، يعني طريقه بسيطه فقط. تبقاي حكمه من التحت هكا كما راكم تشوفوا، تبقاي حكمه من التحت ما تفتحيهاش حتى تطبزيها مليح كما نقول هو نيكتارين ولا حاجه كيما هكا كيف يسموه. والله هبلني الشكل هذا، بغيت نديرو هذا وين صلح لي. المره الاولى كي كنت نديرها الحشو يابس انا نضغط عجينه اللوز تتكسر. هذه هي التشكيله نتاعي حبيباتي اللي درتها. درت الخوخ هذا البلاطي، درت الخوخ العادي، الفرازه، الاجاصه، المندرين والقارص. ان شاء الله تكون عجبتكم النتيجه هذه نكون افدتكم ولو بالقليل. ان شاء الله الفيديو الجاي هذه هي الحاجه المهمه اللي بزاف حوستوا عليها، طريقه التلوين. راح تشوفوا الفيديو جاني بزاف طويل، درت لكم فيه كلش يعني جميع المراحل تاع التشكيل. راح ندير لكم الجزء الثاني نتاع التلوين. راح نلونوا بملونات غبره، راح نلون بفريكتا عادي، نلون بالقرعه نتاع الريحه اللي راهي امامكم. بزاف اللي قالوا لي لونتيهم بطريقه مليحه، ماهوش شرط وانا ما عنديش يعني باش نشري السيفلور على جال الفيديو، سيفلور تاع 2 ملاين ولا نشري بخاخه تاع 200 ولا 300 على جال الفيديو، ما نقدرش. فدرت لكم بابسط طريقه، وصدقوني للمبتدئات اذا تحبي تتعلمي مره 2 3 تلقاي روحك مشيتي في هذاك المشروع نتاعك، تلقاي روحك تشري السيفلور ان شاء الله. وعلى هلاله بصح انا راح نخدم لكم بهذه القرعه نتاع الاكستري نتاع الريحه. شريتها كيما نقولوا ب10000 من هذيك من محل اللي يبيع الاكستري. شريتها نظيفه يعني ما يكونش فيها الريحه واللون بها اكيد. هذه هي ان شاء الله محتوى الفيديو تاع الفيديو اللي بعد هذا راح يكون طريقه التلوين والفينيسيون نتاع لي فروين تاعنا. يعني لو كان درت لكم هنا طريقه التلوين كان راح الفيديو يفوت ساعه، راح يجيني طويل بزاف. فانا راح نقسم لكم الفيديو على 2 ان شاء الله. قلت لكم المره الجايه راح نكملوا. شوفوا هنا التشكيله النهائيه. درت لكم 1 2 3 4 5 انواع نتاع الفواكه. خرجت لي العجينه هذه 24 حبه قد. راح نخلي لكم المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. راح نخلي لكم الرابط الانستغرام. مرحبا بكم كامل. اللي عندها استفسار ولا اللي عندها سؤال اللي تحب تشارك معايا تطبيق من تطبيقاتها تبعث لي في الانستغرام. المهم هنا مقتطفات برك كيفاه بديت نلون بهذيك القرعه تاع الريحه. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي باذن الله. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.